ذلك لصحيفة الفجر أو أن الصحيفة توصلت بمعرفتها إلى القصتين. القصتين بيبينوا قد إيه كان عصر مبارك عصر مخترق، وإن مكتب مبارك نفسه كان مكتب مخترق من قبل CIA. وبرضه هذا الكلام عشان خاطر نعيط على اللي فات، وإنما عشان خاطر ننتبه لما هو قادم. القصة الأولانية في شاب مصري كان موجود في فندق في أسوان اللي هو نيو كاتاراكت، وقاعد حضرته على حمام السباحة، تعرف على حسناء. هذه الحسناء عميلة لجهاز المخابرات المركزية الأمريكية CIA، وجندت هذا الموظف الشاب في رئاسة الجمهورية لصالح CIA، وتم تصعيد هذا الشاب لغاية ما خد موقع مهم بالقرب من الرئيس السابق حسني مبارك في مكتب رئيس الجمهورية. وبعدين هذا الموظف الكبير في الرئاسة كان بيصور كل التقارير وكل الوثائق وكل القرارات ويديها للمخابرات الأمريكية CIA. زمان لو حضراتكم فاكرين قصة السفينة أكيلي لاورو، السفينة ديت اللي فيه مجموعة فلسطينية بقيادة أبو العباس خطفت السفينة وقتلت حد، وبعدين احنا قلنا ان هم يسلموا نفسهم بدل الامريكان ما كانوا هياخدوهم، سلموا نفسهم هنا في مصر، وقلنا هننقلهم بطيارة مدنية الى تونس، وكانت كل المعلومات سرية تماما. ابو العباس والمجموعة بتاعته ركبوا الطيارة طالعين، الطيارة طلع من قاعدة امريكية في مالطا طيارات عسكرية ارغمت الطيارة المصرية على الهبوط، وخدوا ابو العباس والمجموعة اللي معاه فيما يعد ضربة قلم قوية على أدائنا في مصر، لأن احنا فشلنا في تهريب أبو العباس، والطيارات العسكرية الأمريكية أرغمت طائرتنا المصرية على الهبوط وخطفوا الناس اللي كنا بنحاول نهربهم. وقتها حاول البعض يقول إن المشير أبو غزالة ورا الموضوع، لأن أبو غزالة كان شخصية عظيمة ومرموقة ووطنية وصاحب رؤية حقيقية، فطبعا كان لازم أي حاجة يرموها على المشير أبو غزالة. لكن بوب وودوارد الصحفي العالمي كشف هذا الموضوع وقال كما تقول الفجر إن في هذا الورد اللي قلنا عليه بتاع نيو كاتاراكت اللي اشتغل في الرئاسة هو اللي سرب كل ده للأمريكان، وتم كشفه فيما بعد، ويبدو أن للواء عبد السلام المحجوب دور في كشف هذا العميل. قصة الثانية في هذا الموضوع، وزير كما تقول صحيفة الفجر، وزير في حكومات عصر حسني مبارك. هذا الوزير عميل بيعمل لحساب CIA المخابرات المركزية الأمريكية، أكتر من رئيس حكومة في عهد حسني مبارك. قال للرئيس السابق عندنا تقارير مؤكدة وشواهد مؤكدة ووثائق عديدة وأدلة دامغة إن هذا الوزير عميل للCIA، وما ينفعش يقعد يوم واحد في الحكومة المصرية ما حصلوش أي حاجة. مرة تانية اتقال للرئاسة هذا الوزير عميل، وهذا الوزير صور كل أسرار وثائق الحكومة وبيديها للأمريكان، إحنا مخترقين أمريكيا عبر هذا الوزير. فهذا الوزير كان ماسك حقيبة، ادوله حقيبة أفضل من الحقيبة اللي كان فيها في الأول. أنا بأدعو صحيفة الفجر أو اللواء عبد السلام المحجوب إن يقول مين الشخصية الأولانية اللي كان في مكتب حسني مبارك وتصنت عليه وسجل وثائق الرئاسة وسلمها للأمريكان، ومين الوزير العميل الذي تواجد وخد أكتر من حقيبة وفي أدلة دامغة أنه كان يعمل لحساب CIA. دي صفحة من عصر حسني مبارك، كيف كان يدار الوطن. نفوذ الطابور الخامس الذي عمل لمصلحة CIA في ترقيع الدولة في مصر. حفظ الله الوطن، وكل عام ومصر كلها بكل الخير، ومن المؤكد أن الله سيرعى هذا